ركز معايا يا صديقي في اللي جاي، لأننا دلوقتي بنقرب من منطقة الرماد، المنطقة اللي مفيش فيها فرق بين البراءة والشر وبين الطفولة والشياطين. يا ريت في البداية لايك واشتراك في القناة يا صديقي علشان يوصلك كل جديد، ويلا بينا نبدأ القصة. يونس خرج من المسجد وعقله شغال زي المفرمة. كلام الشيخ عبد الصبور كان عامل زي المسامير اللي بتدق في نافوخه. انت حارس يا يونس، والعهد ده لعنة. الحارة كانت لسه في سكون الفجر. ريحة العيش اللي طالع من الفرن اللي في أول الحارة كانت بتختلط بريحة الزهم والتراب المبلول. يونس مشي بخطوات تقيلة لحد ما عينه وقعت على البنت الصغيرة اللي حكيت لك عنها. البنت كانت قاعدة القرفساء، أو زي ما بنقول عليها معقب، في ركن ضلمة جنب بلاعة قديمة ما فيهاش غطا. البلاعة دي كانت بتطلع بخار أسود كثيف بيلف حوالين البنت كأنه حضن دافي. البنت كان عندها حوالي 7 سنين، لابسة فستان أبيض مقطع وشعرها منكوش ونازل على عينيها. كانت ماسكة عصاية خشب رفيعة وبتلعب في التراب. بس لما يونس قرب وفتح عينه التانية شاف الخيط كانش خيط خياطة يا صديقي، الخيط كان وريد بينبض بدم اسود خرج من صباع البنت الصغير ونازل جوه البلاعة، وكل شوية الخيط ده يتشد بقوة والبنت تضحك ضحكة ست عجوزة، ضحكة ما تطلعش من طفل أبدا. يونس وقف قدامها والوشم البنفسجي في ايده بدأ يحرق جلده كأن فيه جمرة نار لمسته. البنت رفعت راسها ببطء وعينيها ما كانش فيها بياض، كانت كتلة من السواد اللي بيلمع كأنه مراية. قالت بصوت هادي وبارد: يا عم يونس، أزر بيقولك إنك تجسست كتير النهاردة والفضول بيموت القطط. عايزك تركز في اللي هقولهولك ده يا صديقي. احنا بنخاف من الشر لما نشوفه في صورة وحش بقرون، لكن الشر الحقيقي هو اللي بيلبس قناع البراءة، الشر اللي بيتمسكن لحد ما يتمكن. أصعب معركة ممكن تخوضها في حياتك هي معركة ضد عدو شكله ما بيخوفش، عدو بيخليك تتردد إنك تضربه عشان صعبان عليك. نصيحتي ليك يا صديقي، ما تصدقش عينك وصدق قلبك. لو قلبك اتقبض من حاجة حتى لو شكلها جميل وملاك ابعد عنها، لأن القلب له بوصلة ما بتغلطش، والروح بتعرف ريحة عدوها مهما رش برفان. يونس ما كانش قادر يتحرك. البنت شدت الخيط فجأة وطلع من البلاعة حاجة خلت يونس يرجع لورا ويخبط في الحيط. يونس لما بص لقى راس إنسان بس ملوش ملامح، عبارة عن لحم أحمر مكشوف ومربوط من رقبته بخيط بنفسجي. الراس دي بدأت تصرخ صرخة صامتة، صرخة انت مش بتسمعها بودنك، بتسمعها بعظمك. البنت بصت للراس وقالت: ده كان بيصلي جنبك يا عم يونس، الحاج عثمان اللي انت لسه شايفه في الجامع. هو سرق حق اخواته في الميراث من 30 سنة، فاحنا قررنا ناخد صوته عشان ما يعرفش يطلب السماح من ربنا وهو بيموت. يونس حس ان جسمه بيتشل، الخيط بدأ يلف حوالين رجله هو كمان. البنت بدأت تسحب الخيط ويونس بدأ ينجر ناحية البلاعة السوداء. ريحة العفن اللي طالعة منها كانت كفيلة إنها تقتل جيش. في اللحظة دي يونس افتكر خصلة الشعر اللي في جيبه، طلعها وضغط عليها جامد وصرخ بأعلى صوت: باسم العهد اللي بيني وبين آذر سيبيني. أول ما يونس نطق اسم آذر البنت اتنفضت كأنها لمست سلك كهرباء، الخيط اتقطع والبلاعة طلعت صوت زي صوت شهقة مرعبة كأنها بلعت حاجة غلط. البنت بكت بس دموعها ما كانتش مية، كانت سائل أسود بيحرق الأرض تحتها. قالت له هي بتختفي في الضلمة: انت محمي بالعهد يا يونس، بس العهد ده سجن واحنا مستنيينك هناك عشان انت اللي هتصلح الخيط اللي اتقطع. يونس وقع على ركبته ونفسه طالع بالعافية، بص لإيده السوداء لقى الوشم بدأ يفرز مية بنفسجية ريحتها زي ريحة الورد الميت. قام وفضل يجري زي المجنون في شارع القاهرة كأنه مجنون فعلا، والناس بتبصله باستغراب، هما شايفين راجل شيك بيجري. بس يونس كان شايف الظلال دي وهي بتمد ايدها عشان تلمسه من كل شباك وكل محل بيعدي عليه. يونس وصل لبيته وقفل الباب ب10 اقفال، بس وهو داخل الصالة لقى التلفزيون شغال لوحده. التلفزيون ما كانش جايب قناة، كان جايب بث مباشر لأوضة نوم.
وشاف نفسه وهو نايم على السرير رغم إنه واقف قدام التلفزيون. عارف ده معناه إيه يا صديقي؟ معناه إن يونس اللي واقف ده ممكن ما يكونش يونس الحقيقي أصلا. يونس فضل واقف متجمد، عينه مش قادرة تتحرك من على الشاشة اللي عارضة نفسه وهو نايم على السرير في الأوضة اللي وراه بالظبط. يونس لف ظهره ببطء وقلبه عمال يدق بصوت عالي. بص على السرير كان فاضي. رجع بص للتلفزيون لقى نفسه لسه نايم وبدأ يتقلب في الحلم. فجأة يونس اللي في التلفزيون فتح عينه وبص للي واقف قدام الشاشة. النسخة اللي في التلفزيون ابتسمت ابتسامة عريضة جدا، أوسع من أي ابتسامة بشرية، وقالت بصوت طالع من سماعات التلفزيون بس كأنه جاي من جوه ودن يونس: انت فاكر انك لما دخلت عالمهم رجعت كامل؟ انت سبت حتة منك هناك يا يونس، والحتة دي هي اللي بتنفذ العهد دلوقتي. الحتة دي هي أنا. يونس صرخ وقال: أنا ما بعملش حاجة، أنا مرمم. النسخة التانية قامت من على السرير في الشاشة وطلعت سكينة عظم رفيعة وقالت له: انت نايم هنا بقالك 3 أيام يا يونس، وكل يوم بالليل أنا بنزل وبنفذ طلبات آذر. عارف جارتك ست الكل اللي ماتت امبارح فجأة؟ انت اللي قطعت خيطها بإيدك دي. استنى هنا يا صديقي، الكلام ده تقيل أنا عارف، بس لازم أقولك الحقيقة. إحنا كبشر بنحب نصدق إننا أخيار وإن الشر ده حاجة بره عننا بتجيلنا من الشياطين، بس الحقيقة المرة إن جوه كل واحد فينا وحش محبوس بسلاسل الأخلاق والدين والتربية. لما بتفتح الباب للشياطين انت مش بتجيب شر من بره، انت بس بتفك السلاسل للوحش اللي جواك. راقب نفسك الأمارة بالسوء قبل ما تراقب الشياطين، لأن الشيطان ملوش سلطة عليك إلا لو انت واقف تديله المفتاح. وزي ما انت عارف يا صديقي، الشيطان اللي وسوس له كانت نفسه. لو المفتاح ضاع النسخة السوداء اللي جواك هي اللي هتسوقك. يونس مسك فازة ورد كانت جنبه وحدفها في التلفزيون بكل قوته. الإزاز اتكسر بس الصورة ما اتمسحتش. الصورة فضلت عايمة في الهواء، ويونس التاني خرج ايده من وسط الإزاز المكسور ومسك يونس الحقيقي من رقبته. ايده كانت تلج بيحرق الجلد. يونس الحقيقي بدأ يتخنق وعينه بدأت تقلب بنفسجي بالكامل. في اللحظة دي سمع صوت آذر بيرن في الأوضة كلها: العهد يا يونس ملوش رجوع، انت اتقسمت. نسخة بتشوف الحقيقة وتتعذب، ونسخة بتنفذ الأوامر وتستمتع. لو عايز ترجع شخص واحد لازم واحد فيكم يتقتل. يونس التاني ضحك وقال له: لو قتلتني انت كمان هتموت، ولو سبتني أخلص على كل اللي بتحبهم واحد واحد. يونس بص في المراية المكسورة اللي على الأرض وشاف خصلة الشعر اللي سرقها. الخصلة بدأت تتحرك وتطول وتلف حوالين ايده كأنها تعبان بيحاول يحميه. الأوضة بدأت تتحول لرماد، السرير والمكتب والكتب اللي قضى عمره يرممها كل حاجة بقت بتدوب وتتحول لغبار اسود. يونس لقى نفسه واقف في فراغ أبيض تماما ما فيهوش غير كرسيين. قعد على كرسي ويونس التاني قعد على الكرسي اللي قدامه. النسخة السوداء طلعت كوتشينة قديمة وقالت له: تيجي نلعب على عمر هتعرفه. لو كسبت هسيبك تنام ليلة واحدة من غير كوابيس، ولو خسرت خطيبتك اللي انت بتحبها هي اللي هتشوفني النهاردة بالليل. يونس في اللحظة دي حس بانهيار كامل. ازاي يحارب نفسه؟ ازاي يهرب من ظله؟ بدأ يفتكر كلام الشيخ عبد الصبور: تمرد تمنه غالي يا يونس. يونس الحقيقي مد ايده، صوابعه كانت بتترعش لدرجة انه مش عارف يمسك الورقة. الورقة كانت سخنة كأنها مولعة. قلبها ولقى صورة نورة خطيبته. نورة كانت قاعدة في الصالون في بيتها وماسكة الموبايل وبتبتسم وهي بتبعت رسالة ليونس الحقيقي وكاتباله فيها: وحشتني. يونس التاني ضحك، والضحكة خلت جدران المكان الأبيض تتشقق ويخرج منها صديد أسود، وقال له: بص يا يونس، انت معاك 3 ورقات. لو كسبت هسيب نورة تعيش ليلة كمان، ولو خسرت أنا اللي هرد على الرسالة دي وهروح لها بوشك. يونس صرخ وقال له: انت عايز مني ايه؟ النسخة السوداء ردت ببرود: عايز الكمال. العهد ما بيقبلش أنصاف يا صديقي، يا إما تبقى شيطان كامل
يا تبقى ضحية كاملة. التردد اللي في قلبك ده هو اللي مأخرني. احنا في حياتنا دايما بنلعب قمار مع مبادئنا، بنقول هعمل الغلط ده مرة واحدة بس علشان أعدي الأزمة، وبنفتكر إننا أذكى من اللعبة. بس الحقيقة إنك بمجرد ما بتقعد على الترابيزة معاهم انت خسرت. هما مش عايزينك تخسر فلوس ولا تخسر وقت، هما عايزينك تخسر نفسك. والنسخة اللي جواك اللي بتشجعك على الغلط هي أول واحدة هتقلب عليك لما تقع. ما تراهنش بحاجة غالية عليك عشان تكسب حاجة رخيصة، لأن اللي بيتباع مرة ما بيرجعش تاني، والروح لو اتشرخت ريحة البرد هتدخل قلبك ومش هتطلع أبدا. لكن يونس كان مسير مش مخير. يونس رمى الورقة التالتة، لقى عليها صورة بيتو، البيت وهو بيتحرق وصوت صراخ أمه طالع من جوه. يونس التاني قال له ده اللي هيحصل لو فكرت تروح للشيخ عبد الصبور تاني. احنا مش بنحب اللي بيفتنوا علينا يا يونس، السر ده أمانة في رقبتك، والأمانة دي تمنها لما أقرب الناس ليك. يونس الحقيقي لقى خصلة الشعر اللي في إيده بدأت تتحرق. النار كانت بنفسجية وريحتها كانت زي ريحة اللحم المشوي. الوجع خلاه يقع من على الكرسي. في اللحظة دي يونس شاف خيط رفيع جدا لونه ذهبي نازل من فوق. الخيط ده كان واصل لقلبه، ده خيط الأمل اللي الشيخ قال له عليه. يونس مسك الخيط بإيده السودة، وبمجرد ما لمسه يونس التاني صرخ صرخة هزت أركان الفراغ. السواد اللي في إيد يونس بدأ يتقشر ويقع على الأرض زي القشر المحروق. النسخة السودة قامت ومسكت في يونس من رقبته. انت فاكر ان الخيط ده هينقذك؟ ده حبل مشنقة يا غبي، كل ما بتمسك فيه انت بتموت في عالمنا الحقيقي. فجأة الطاولة اختفت والكراسي دابت. يونس لقى نفسه بيقع في بئر ملوش آخر، وهو بيقع كان بيشوف فلاشات من حياته، يوم ما استلم المكحلة، ويوم ما دخل المسجد، ويوم ما شاف البنت عند البلاعة. كل لقطة كانت بتعدي في دماغه كانت بتتمسح. فتح عينه لقى نفسه واقف قدام باب شقة نورة. نورة دي اللي هي خطيبته يا صديقي. يونس ما كانش عارف هو يونس الحقيقي ولا يونس التاني. حس برغبة مرعبة انه يدخل ويخنقها، في نفس الوقت كان عايز يصرخ ويقول لها هربي. بص في ايده لقى المكحلة النحاس موجودة في جيبه، طلعها وفتحها، والزئبق البنفسجي كان بيغلي جوه. يونس حط ايده على أكرة الباب وبدأ يلفه ببطء. عارف يا صديقي، أصعب لحظة هي لما بتبقى مش عارف مين اللي بيحرك إيدك، هل الحب ولا العهد؟ يونس لما لف أكرة الباب صوت الباب كان زي صرخة مخنوقة. الشقة كانت ضلمة بس ريحة بخور العود كانت مغطية ريحة الكبريت اللي لازقة في مناخير يونس. يونس دخل بخطوات بطيئة والوشم البنفسجي في إيده كان بينور ويطفي زي نبضات قلب مرعوب. نورة كانت قاعدة في الصالة بس مش على الكنبة، كانت قاعدة على الأرض وماسكة مكحلة فضة في إيديها. بصت ليونس وابتسمت ابتسامة مكسورة وقالت بصوت هادي أنا كنت عارفة إن أزهر هيبعتك يا يونس، بس ما كنتش فاكرة إنه هيبعتك بالسرعة دي. يونس وقف مكانه، الدنيا لفت بيه. نورة خطيبته اللي بيحبها اللي كان بيخاف عليها من الهوا طلعت ماضية عهد هي كمان. نورة قامت ببطء وجسمها كان بيتحرك بطريقة مش طبيعية، كأن عظمها ما بيلمسش بعضه. قربت منه وهمست في ودنه. انت فاكر اننا اتقابلنا صدفة يا يونس؟ انت فاكر ان حبنا ده كان قدر؟ احنا مخطط لينا يا يونس من قبل ما جدودنا يتقابلوا. انا الحارس بتاعك في العالم ده، وانا اللي سلمت الطرد لبواب عمارتك. أصعب طعنة مش اللي بتيجي من عدوك، هي اللي بتيجي من أكتر حد أنت مأمله. إحنا بنبني قصور من الثقة فوق رمل متحرك، بنفتكر إننا عارفين الناس بس الحقيقة إننا بنعرف اللي هم عايزين يوروهولنا. ما تديش مفتاح قلبك كله لحد، خلي فيه حتة ضلمة جوه روحك محدش يدخلها غيرك، عشان لما تكتشف إن الملاك اللي جنبك له ضوافر تقدر تدافع عن نفسك. يونس مسك نورة من كتافها وهزها بعنف. ليه يا نورة؟ ليه عملت كده؟ أنا كنت بضيع عشان أحميكي. نورة ضحكت ودموعها بدأت تنزل، بس دموعها كانت دهب سايل بيحرق خدودها، وقالت علشان لو ما كنتش عملت كده كانوا هياخدوا روحي للأبد.
العهد كان بيقول يا إما هو يقع يا إما أنت تدوبي في الرماد. أنا اخترت نفسي يا يونس زي ما أي حد في مكاني كان هيختار نفسه. في اللحظة دي يونس شاف خيال نورة على الحيطة. الخيال ما كانش البنت، الخيال كان لعنكبوت عملاق ليه 8 عيون، وكل عين فيهم كانت بتبص ليونس بجوع مرعب. نورة طلعت إبرة عظم تانية بس كانت مرصعة بفصوص زرقاء وقالت له أقدر عايزنا نتحد، عايز الزئبق البنفسجي اللي معاك يختلط بالزئبق الفضي اللي معايا عشان نفتح البوابة الكبيرة اللي في وسط البلد. فجأة الشقة بدأت تتقلب، السقف بقى أرض والأرض بقت سقف، النجف بقى طالع من تحت والعفش بقى متعلق فوق. الدنيا اتشقلبت بمعنى أصح يا صديقي. يونس حس إن دمه بيهرب لراسه والضغط خلى عينيه تنزف نقط بنفسجية. نورة بدأت تغني غناء ملوش كلمات، عبارة عن ترددات بتخلي الحيطان تنكمش وتتمدد كأنها رئتين بتتنفس. يونس لقى نفسه مشدود ناحية نورة بقوة مغناطيسية. المكحلتين قربوا من بعض وبدأ يطلع منهم شرار بيحرق الهواء. في اللحظة دي يونس افتكر كلام الشيخ عبد الصبور: تمرد تمنه غالي بس هو السبيل الوحيد. يونس ما طلعش خصلة الشعر المرة دي، يونس طلع إبرة العظم وغرسها في قلبه. الصرخة اللي طلعت من يونس كانت كفيلة تهد العمارة. الدم اللي خرج من قلبه ما كانش أحمر، كان نور أبيض شديد جدا لدرجة إن نورة صرخت وغطت عينيها، والكيان العنكبوتي اللي وراها بدأ يدوب زي الشمع تحت النار. النور بدأ يمسح السواد من الشقة وبدأ يرجع السقف لمكانه. أذر ظهر في ركن الأوضة، وشه ما كانش هادي المرة دي، كان وشه مليان غضب جحيمي. قلبه صوت زلزل الأرض: انت بتكسر العهد بدمك يا يونس، انت فاكر ان الموت هينقذك مني؟ انا هخليك عالق بين العالمين، لا انت ميت فترتاح ولا عايش فتقدر تنسى. يونس وقع على الأرض وهو حاسس إن روحه بتتسحب منه ببطء. بص لنورة لقاها رجعت بنت عادية تاني، بس عينيها بقت مطفية تماما كأنها فقدت بريق الحياة للأبد. نورة همست وهي بتموت: شكرا يا يونس إنك حررتني. بص يا صديقي، يونس دلوقتي مش بس مرمم ظلال، يونس بقى مطارد. الجزء اللي جاي يا صديقي أحكي لك فيه عن رحلة يونس في المقابر وإزاي حاول يجمع أجزاء روحه اللي اتوزعت على 7 أماكن في مصر. تفتكر يونس هيقدر يجمع نفسه قبل ما آذر يلاقيه؟ خليك قريب لأننا داخلين وادي الموت، والأرض هناك ما بتشبعش من الحكايات. سلام يا صديقي، وحاول تتأكد إن اللي انت بتحبه مش مخبي مكحلة ورا ظهره. ولو عجبتكم القصة ياريت لايك واشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد.